بالامس ريال مدريد اعلنت له ركله جزاء في الدقيقه 97. هل كان على نادي رايو فايكانو ان ينسحب؟ للمدرب سحب رخصته، لانه صحيح هو اخطا بشكل كبير، لانه هو من قام بتلك الازمه، لكن سحب الرخصه بهذه الطريقه صعب جدا. لانه جمهور السنغال يقوم باقتحام الملعب امام مشهد ومرأة من رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي، ولا يعاقب المنتخب السنغالي ولو بمباراه ويكلو واحده. لا نبكي على لقب، ولا المغرب لا يريد استعاده كاس. هناك شعور بنوع من الانكسار على اعتبار الجحود الذي قوبل به المغرب. هناك سيطره من طرف من الاتحاد المغربي او الجامعه الملكيه لبعض القرارات، وهذا وكنا هذه السرديه التي تروى في الجزائر ويؤمنون بها على أن المغرب يسيطر على الكاف. قرار واحد صدر للمغرب ورجح كفته ولم يكن. هذا ما حدث في تلك المباراة، وتم إنزال العلم الجزائري. مباراة الوداد مع اتحاد العاصمة ليس. شكرا. ونحن أسعد نتحدث عن نهاية التقرير بين مؤيد ومعارض على قرارات الكاف. وحيد، أنت شخصيا كيف قرأت هذه القرارات؟ دعنا نتحدث عن كل العقوبات، بداية بالعقوبات التي طالت الجزائر مرورا بالسنغال والمغرب. شوف، لما نتحدث عن النهائي بين السنغال والمنتخب المغربي، هو اعتبره هو اخراج ذكي بالنسبه للازمه، لانه هذا ما كان يريد الاتحاد الافريقي، لانه كانت مسيئه جدا المظاهر اللي شفناها في النهائي. بدايه مع المنتخب الجزائري، اعتقد ان العقوبات كانت قاسيه بالنسبه للمنتخب الجزائري، لأن المنتخب الجزائري واجه حكم كان مستفز بالنسبه للاعبين. نحن لما نشوف الاحداث اللي شاهدها المباراه من ركله جزاء لم يحتسبها الحكم إلى توزيع بطاقات صفراء 8 أو 9 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى ما حدث ما بعد المباراة. أنا لا أتحدث عن المباراة، أتحدث عن بعد المباراة، كيف تصرف الحكم مع اللاعبين المنتخب الجزائري بتصرف كان عنصريا، خلينا نقول عنصريا. تقصد المصافحة؟ أكيد، رفض مصافحة اللاعبين بدون أي سبب. تخيلي، خاصة اللقطة اللي كانت لرضوان بركان اللاعب الوكرة، كان ذهب للحكم ورفض مصافحته، وهذا اللي أدى اللاعب رفيق بالغالي يستفسر من الحكم عن سبب عدم مصافحته للاعبين وخاصة رضوان بركان. وفي الأخير ماذا قامت لجنة الإضباط؟ عاقبت رفيق بالغالي ب3 مباريات. هنا الحكم كان قاسيا بالنسبة لرفيق بالغالي، الذي كان يحاول استفسار عن سبب تصرف الحكم مع اللاعبين المنتخب الجزائري في الوقت الذي كان يعانق اللاعبين. يعني هذا التعمد ضد الجزائر في هذا القرار ترى؟ هذه العقوبة بالنسبة للمنتخب الجزائري كانت محاولة تغطية مجازر تحكيمية اللي صارت في المباراة نيجيريا، لأنه كانت مجزرة كبيرة تحدثت عنها وسائل الإعلام أجنبية بشكل كبير، وكانت حديث نجوم كبار مثل تيري أونري يتحدث عن التحكيم الذي كان سيئا في هذه البطولة، تحكيم لم نشاهد تحكيم سيئا في مثل هذه النسخة. لذا الاتحاد الافريقي او لجنه الانضباط عمدت عن توجيه الراي العام الى هذه العقوبات بدل الحديث عن التحكيم اللي كان مسيئا بشكل كبير. الحين على الجزائر، ماذا عن المغرب والسنغال؟ حتى اكون صريح معك، انا تفاجات بالنسبه لعقوبات الخاصه باشرف حكيمي واسماعيل سيباري، خاصه اسماعيل سيباري. نحن نعرف جيدا اخلاق هذا اللاعب. تخيل اللاعب يتعاقب ب3 مباريات بسبب او $100,000 بسبب تصرف، خلينا نقول انه كان خطا، لكن حتى هو صرح أنه أخطأ في حادثة المنشفة، لكن لم يكن خطأ جسيما لكي يتم معاقبته ب3 مباريات. وحتى بالنسبة لأشرف حكيمي مباراتين، كان أخذ المنشفة ورماها للجمهور أو ملتقطي الكرات. لكن هذه بالنسبة لأشرف إسماعيل سيباري كان قاسيا أكثر من أشرف حكيمي. لذا أنا لم أكن أتوقع أن يوصل الأمر معاقبته ب3 مباريات، ممكن إنذار كان كافيا أو مباراة أو مباراتين على الأقل، لكن معاقبة 3 مباريات للاعب أخطأ يعني تراها قاسية، مش خطأ جسيما لكي يتم معاقبته بهذا الشكل. أما بالنسبة لمعاقبة الجامعة الملكية، أعتقد أنه لجنة الانضباط تكيفت مع الموضوع، كأنه اللجنة المنظمة أخطأت في أمور كثيرة فيما يخص خاصة لقطة ملتقطي الكرات، كانت منظرها سيء. حتى الجمهور المغربي يعني ندد بشكل كبير بتصرف ملتقطي الكرات مع الحارس ميندي، وحتى في مباراة منتخب نيجيريا مع الحارس أيضا. هذه تصرفات ممكن هي السبب اللي خلت الاتحاد الإفريقي أو لجنة الانضباط تعاقب الجامعة الملكية. وحتى التصرفات في خلال المباراة، يعني تنظيميا ممكن خروج المباراة عن إطارها الرياضي من الجمهور. يتحمل أيضا اللجنة المنظمة في خصوص هذا الموضوع أمنيا، اللجنة المنظمة هي اللي تتحمل هذه المسؤولية. بالنسبة للمنتخب السنغال، لو تحدثنا عن العقوبات الفردية، ممكن إسماعيل صار وكذلك إليمان دياي
لا أعلم جيدا ما هي السبب المباشر، لأنه لكن عموما بالمجمل وحيد تراها عقوبات قاسية. عقوبات قاسية، لكن بالنسبة للمدرب هي عقوبات تليق به، لأنه في الأخير هو من طلب من لاعبي المنتخب السنغالي الخروج، ولكن أنا ضد من كان يطالب بسحب رخصة هذا المدرب وكذلك عدم تواجده في كأس العالم، لأنه كان حتكون قاسية أكثر. من كان يطالب بذلك وحيد؟ طالبوا كثير. أعتقد أن المطالب، خلينا نقول مطالب المغرب في هذا الموضوع كان توجيه عقوبات قاسية على المنتخب السنغالي حتى للمدرب سحب رخصته، لأنه صحيح هو أخطأ بشكل كبير لأنه هو من قام بتلك الأزمة، لكن سحب الرخصة بهذه الطريقة صعب جدا، لأنه هناك قوانين تطبق تتكيف مع نعم. سأتأكد من منعم وحيد إذا كان المغرب قد طلب بسحب رخصة المدرب أم لا. منعم، نبدأ من القرار الأخير باعتذار المغرب عن تنظيم كأس أفريقيا للسيدات المقررة بين مارس وأبريل المقبل. هل يمكن القول الآن إن هذا القرار هو رد على ما قررته الكاف؟ وكذلك أريد منك فقط الإجابة على سؤال ضيفي هنا وحيد، وعلى رأيه كذلك أن المغرب هو من طالب بسحب رخصة المدرب السنغالي. تحياتي لك زميلتي الفاضلة وإلى كل مشاهدينا الكرام. بداية بودي أن تتركوا لي الفرصة لأن الموضوع متشعب وفي غاية حساسية وفيه الكثير من المغالطات وعلى قدر كبير من الأهمية، وبالتالي لو سمحتم مع كامل تقديري للضيوف الكرام منعم أعتذر عن المقاطعة. أعتذر عن المقاطعة أولا، لكن أرجو أن تكون الإجابات مختصرة لأني مرتبطة بوقت في البرنامج ولدينا عديد من النقاط والمحاور. لا يمكن أن أمر على معلومة مغلوطة. تفضل. تفضل. طيب هناك معلومة مغلوطة. المغرب لم يعتذر، هذه معلومة قادمة من جنوب إفريقيا. هل صدر بلاغ من اتحاد الكرة المغربي؟ هل صدر بلاغ من المغرب كبلد على أنه سيتحلل من تنظيم إفريقي للسيدات؟ لا يمكن بناء معطيات على تسريبات تستند إلى تصريح قالته نائبة وزيرة الرياضة في جنوب إفريقيا، ولاحقا وزير الشباب والرياضة في جنوب إفريقيا ماكنزي بعد ساعة ينفي. هذه ترهات تعكس الشكل الذي تدار به كرة القدم الإفريقية. غير معقول تماما. المغرب، أنا تواصلت مع مسؤولين، المغرب لم يتقدم لا بتحلل ولم يعتذر، بالتالي هذه أمور تبرز على أنك كسر عظام، على أن هناك من أمور يقف وراء هذا التسريب برأيك؟ نعم. هل هناك دعيني أقول لك زميلتي الفاضلة بتواصلي مع المسؤولين، هل هناك من المغرب؟ نعم، لا يوجد. فقط هذه أمور لا يعقل أن يصدر بلاغ عن وزارة الشباب والرياضة الجنوب إفريقي ليتحدث عن بلد آخر وهو لم يقدم أي طلب اعتذار. بالعكس تماما، المغرب ما يزال فاتح الأحضان لانصدام هذه التظاهرة الإفريقية. وإن كنا هنا بالمغرب أنا أتساءل وسأرد على الزميل الفاضل، هل ثبت بأن المغرب طالب سحب رخصة مدرب السنغال مثلا؟ المغرب من خلال المسطرة التي تقدم به الاتحاد الإفريقي قال بأنه اتحاد كرة القدم السنغالي ومدرب السنغال وجمهور السنغال، بالله عليك جمهور السنغال يقوم باقتحام الملعب أمام مشهد ومرأة من رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإفريقي، ولا يعاقب المنتخب السنغالي ولو بمباراة ويكلو واحدة. هل هذا قرار صحيح؟ لا أدري، أنا هنا فقط أدير هناك شرعنة للفوضى من الآن فصاعدا. لا، أنا أقول لك المغرب طالب بتغليظ العقوبات، لأن هناك عقوبات كان يجب أن تسلط باعتراف ريمون هاك كما جاء في تقريركم رئيس لجنة القوانين والانضباط داخل الاتحاد الإفريقي سابقا. ريمون هاك صوت وصورة يقول بأن أقل عقوبة كانت يجب أن تفرض على مدرب السنغال حرمانه 6 أشهر من الممارسة، أي لا يحضر كأس العالم. شيء غير معقول بأن يكون مدرب في حضرة رموز كرة القدم العالمية. لكن منعم، جاني إنفانتينو لماذا لم يذهبوا إلى هذه القرارات؟ بثقل الحضور. نعم. لماذا لم يتم إيقافه؟ لماذا لم يذهبوا إلى هذه القرارات؟ أنا سأدلك زميلتي، أنا أقدرك زميلتي الفاضلة وأنت تديرين الحوار وأنا أقدر كفاءتك. أنا أقول لك رئيس الاتحاد الإفريقي، لدي بلاغ أمامي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يقر يوم 31 يناير بأن ترسانة قوانين الاتحاد الإفريقي عاجزة، وقال بأننا سنعقده التنفيذي للكاف قريبا. طيب. سنعيد تحيين القوانين لأنها لم تكن في المستوى المطلوب. هذا رئيس الاتحاد الإفريقي يقر بأن القرارات العقابية التي صدرت لم تكن في المستوى المطلوب. شيء غير مقبول أن يكون المغرب قد قدم كل هذه الظروف والأريحية ويعاقب. بالله عليك بعد مرور أسبوعين من الآن نحن داخل المغرب لا زلنا لم نهضم كمغاربة. قدمنا أجمل نسخة في العالم، 200 مليون إيرادات تحققت بالأمس، رقم رسمي، أجمل صورة للتنظيم. ما الذي دعا إلى معاقبة المغرب؟ المغرب كان هو المدعي، هو المشتكي، فإذا به يعاقب ويغرم.
بالله عليك هذه أغلى منشفة في تاريخ كرة القدم. هل منشفة أو سحب منشفة من الحارس تفضي إلى غرامة ب$100,000؟ مدرب ينسحب من المباراة يعاقب ب$100,000، ولاعب يسحب المنشفة من حارس على سبيل البسط يعاقب ب$100,000. هو ضيفي هنا مدرب يقول ينسحب من تظاهرة رسمي بحجم نهائي كأس إفريقيا منعم. بما أنك تسأل، ضيفي هنا يقول إنها قرارات تعتبر قاسية. نعم زميلتي الفاضلة. نعم، ضيفي هنا يقول في الاستوديو تعتبر قرارات قاسية، كما تراها أنت؟ قاسية، أنا مع زميلي، ولكن أنا أتحدث عن مدرب السنغال، وعن منتخب السنغال اقتحام للملعب، وأنا كنت حاضرا. لا يمكن، لا في الدوحة، لا في الرياض، لا في القاهرة، لا في أي بلد، في حضرة مسابقة المسابقات الإفريقية يقوم الجمهور باقتحام والتعدي على رجال الصحافة والتعدي على أمور لا أريد العودة إليها، ولا يعاقب المنتخب السنغالي بخوض مباراة واحدة دون جمهور. طيب منعم، هل هذا صحيح؟ ابقى معي. هل هذه ليست شرعا منعم للفوضى في المستقبل؟ هل ابقى معي حتى لا نتجاوز نعم. هذه النقطة. هل تتفق مع منعم في هذه النقطة؟ ممكن اتفقنا على العقوبات القاسية، لكن لا معاقبة جمهور السنغال. لا، أنا أعتقد الموضوع الآن هو موضوع أن اللجنة المنظمة هي تحمل المسؤولية على الأمور الأمنية داخل المباراة. اللجنة المنظمة تعاملت مع الموضوع كأنه الأمن المغربي لم يتعامل بشكل جيد مع الجمهور السنغالي، هذا خرجت المباراة عن إطارها. لكن أنا الآن عندي نقطة مهمة جدا، إذا كان المنتخب المغربي تعرض للظلم بشكل كبير في العقوبات، أو إن كان الجمهور السنغالي يستحق العقوبات القاسية، لماذا لم يتجه الاتحاد المغربي لحد الآن إلى طعن في هذا القرار، وكذلك ممكن يذهب للطاس، لأن الموضوع الآن نحن نعلم جيد هناك قوانين صح. فلنرى منعم فليقول لنا ربما لماذا لم يذهب. في فراغ قانوني من حيث اللوائح في الاتحاد الإفريقي، لذا كان من الصعب جدا أن يذهب إلى الطاس لأنه سوف يخسر المعركة. نعم، وحيد ابقى معي. فلنرى الملف. نعود إلى نقطة الطعن. هناك صمت من ناحية الجامعة الملكية المغربية، لماذا برأيك؟ لكن صحيفة الصحراء في الناحية الأخرى تقول أنه تم الطعن، ما رأيك؟ زميلتي الفاضلة، كي لا أكون وصيا على زملاء إعلاميون مغاربة صحيفة الصحراء وغيرها ونكن لهم كل التقدير والاحترام، أنا أقول لك ما هو ننقل دائما لقناة الكأس صاحبة المصداقية، وقد تعودتم على حضوري معكم، لا أتكلم بلغة الخشب. المغرب بخلاف السنغال، أتحدث عن اتحاد الكرة المغربي واتحاد الكرة السنغالي. طيب. ولا بلغ صدر منذ نهائي كأس إفريقيا بخلاف 3 بلاغات صدرت عن اتحاد السنغال. اتحاد السنغال أثناء وقبل وبعد أصدروا البلاغات إلى درجة أنهم قالوا لن يطعنوا، ونحن نتحرى هنا في المغرب هذا الطوق، هذا التكتم. قيل لنا بأن هناك دراسة متأنية، هكذا أنقلها لكم، دراسة متأنية بالنظر إلى حساسية الملف، وانتهى الأمر. لا يوجد طعن ولا يوجد ما ينفي هذا الطعن، على اعتبار أن الأمور تدار بشكل، لا أريد أن نقول تدار بشكل سري وعلى قدر كبير من الأهمية، لأن الأبعاد زميلتي الفاضلة كي أنقل لك كل الزملاء سواء معك في الاستوديو أو زملائنا الكرام كما قال الأستاذ طارق الديب أكبر بكثير من خسارة لقب. هناك خسارة هبة كرة القدم في محفل قاري بحضور عالية القوم. هذا المشهد الذي حدث سواء المغرب، قطر، السعودية، أنا نقول بشكل عام غير مقبول تماما. وقد أشار أستاذ طارق الدين إلى أن المسألة مغادرة الملعب في مباراة نهائي والذهاب إلى غرفة تحضير الملابس هي شيء تمثل وسمة عار على جبين كرة القدم. الآن هذا الشكل سيشرعن للفوضى في القادم من الاستحقاقات. وأنا أقول لك توفر على خطاب رسمي من اتحاد كرة الكاف يقول بأن ترسانة القوانين عاجزة وسيتم تغييرها، لأن ما حدث يعتبر من الماضي. الآن هم بصدد تنظيف المدينة الفاضلة لكرة القدم الإفريقية بالكاد ستنطلق، وهذا يعتبر إقرارا بأن ما حدث في المغرب كان ابتزازا رخيصا، كان سرقة للبلد بدل أقصى ما يمكن من أجل إرضاء القارة ورفع سمة كرة القدم الإفريقية جميع. نحن هنا نشعر بكثير من الخزي، لأن منتخب السنغال حظي بظروف إقامة لم يحظى بها إلا القلة القليلة سواء في طنجة والرباط، لكن الطعنة كانت غادرة. هذا هو سبب هذا الاستياء. لا نبكي على لقب، ولا المغرب لا يريد استعادة كأس. هناك شعور بنوع من الانكسار على اعتبار الجحود الذي قوبل به المغرب. هذا هو منتهى الوصف اللي بقى نقوله لك. المغرب من خلال مطالبته بإنزال عقوبات ثقيلة لا يهمه لا المدرب السنغالي ولا اتحاد كرة القدم السنغالي، فقط يريد إعادة الاعتبار لكرة
لكرة القدم ولميثاق شرف كرة القدم وللروح الرياضية لكرة القدم بشكل عام. المغرب قدم نفسه قربانا على صعيد المنتخب، هذا لا يهم، لكن ما حدث يعتبر وصمة عار غير مقبولة إطلاقا بذلك الشكل. أنا أرد على زميلي الجزائري أستاذتي الفضيلة بكثير من اللباقة، يقول بأن الأمن هو من يتحمل. بالله عليك، لو تعامل الأمن كما يتم التعامل في أوروبا بالعصا الغليظة والضرب المبرح، ماذا سيكون رد العالم؟ المغرب آثر إعمال مقاربة سلمية هادئة فيها الكثير من الحكمة كي لا يحدث هناك انفلات. شكل التعامل الغليظ والشكل الصارم والتعامل بقوة هذه أسهل الأمور، ولكن يقال ويتردد على محمل احترام الضيوف رغم تعدي الجماهير السنغالية على الحضور. بحديثنا عن الأمن، نعم. يقال ويتردد أن هناك مشجعين من السنغال لا يزالون في السجون المغربية، هل هذا صحيح؟ هناك اعتقالات لأن الأمور تجاوزت حد اختراق الملعب. هناك من حراس الأمن من تم الاعتداء عليهم ويتواجدون حاليا داخل المصحة من أجل الخضوع إلى الإسعافات. هذا تعدي صريح على شخص تم يعني ضربه على دماغه على رأسه بعصا من حديد وبكرسي من حديد. هذه أمور تتعدى الحدود ديال الجمهور، هذا يعتبر اعتداء على شخص آخر، على سلامة أفراد. هناك متابعة وفق مسطرة، هناك تفريغ للكاميرات وتفريغ يعني للصور الموجودة ولمقاطع الفيديو من أجل متابعة الأشخاص وفق ضوابط عادلة تكفلها القوانين الدولية والقوانين يعني التي يتم العمل بها بالمغرب. كما يتم التعامل مع مواطن مغربي يتم التعامل مع مواطن أجنبي، يعني تجاوز الحدود المسموح بها على مستوى احترام أصول الضيافة. توجد اعتقالات ولكن وفق مسطرة أعتقد بأنها تكفل كل حق الترافع والدفاع عن نفسه. أنا أنقل لك ما نقله الزميل، جاوني بالأمنية أعطوني صورة واحدة من بداية الدورة يوم 21 وأسأل زميلي المصري وزميلي الجزائري وحتى زميلي السنغالي إلى غاية 18، هل توقفت مباراة واحدة بسبب المياه؟ هل توقفت مباراة بسبب اختراق أمني أو انفلات أو حدوث اصطدام ما بين الجماهير إلى غاية المباراة النهائية؟ هذا ما يحز في النفس، لأن هذه الفئة من الجماهير السنغالية كان لها سبق إصرار وترصد. ومدرب السنغال حتى زميلي السنغالي يجب أن لا يغضب، مدرب السنغالي كاد يتسبب في مأساة ودراما داخل الملعب وخارج الملعب. تسبب بمأساة وتجاوز السلوك الحدود المنفلت الذي قام به. نعم منعم، كان له الرد بالعصا الغليظة هو على المدرب بابتيو بسلوكه الأرعن. شكرا. طيب وحيد، نعم، المدرب السنغالي يتحمل كافة المسؤولية لأنه خارج قيم الروح الرياضية. طيب وحيد، الآن نتحدث عن القرارات الصادرة عن الكاف التي ثبتت فوز المنتخب السنغالي باللقب، لكن هل هذا القرار ربما جاء لينفي نوعا ما يتردد دائما بأن المغرب له حكم في الكاف أو له يد قوية هناك؟ صراحة نحن لسنا في حصة هذا أكبر إثبات ربما أنها لا. خلينا نقول نحن لسنا في حصة الرياضيات حتى نثبت أو نستند إلى قاعدة البرهان بالمثال المضاد. صحيح هذا الشيء لم يطبق في هذه العقوبات، لكن في الحقيقة كما قلت في السابق الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان خائفا من توجه المنتخب السنغالي للطاس، لانه لو ذهب للطاس سيفوز الاتحاد السنغالي في القضية لو سحبت منه اللقب. يعني فقط الخوف الذي جعله يثبت القرار. أكيد. نحن نتحدث الآن لما نقول أن الاتحاد المغربي لديه سيطرة على الكاف ليس عيبا وليس مسبة على فكرة. يعني دائما ما يتردد عن سيطرة مغربية على الكاف. أكيد. لكل حقبة اتحاد يسيطر على الاتحاد الإفريقي، وحتى الآن هناك اتحادات تسيطر على سلطة القرار لكن بتفاوت. هناك الآن اتحاد مغربي ربما هناك من ينتقد هذا فقط من أجل العدالة. لا أنا أعطيك أمثلة، سوف أذهب معك بعيدا في هذه النقطة. طيب. لما نتحدث عن سلطة القرار وفرضها من الطرف المغربي في كثير من الأحيان، نتحدث عن واقعة 2019 نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد. الوداد انسحب